اهلا بيكم حبايبي ومشتركين قناه معمر. صراحه النهارده انا كنت طالعه انضف للحمام، بس الجو مش هيساعدني. صراحه الحمام عايزه اشوف كده اغير الاوضه دي تماما، لان بصراحه الاوضه دي انا غير راضيه عنها تماما، ومليانه قرف ومليانه حاجات. فانا عايزه جماعه بتوع الحمام اللي بيربوا الحمام وكده يقولوا لي على نصايح ويقولوا لي على حاجات استخدمها، لان صراحه مش عاجبني الحال بتاع الحمام ده صراحه خالص. عايزه انضفه بس عشان انا لسه جديده في المجال، فانا مش عارفه كتير يعني، فمش عارفه كتير عن تربيه الحمام، مش عارفه كتير على ازاي انضف له. طب افرش له ايه؟ المفروض الحمام افرش له ايه في القفص بتاعه؟ انا كنت بفرش له كده مثلا مشمعه او اي حاجه، بس حاسه ان هي مش لطيفه قوي او مش حلوه على الحمام. كانوا بيقولوا الحمام بيفرش لوحده، بس على ما اعتقد لا، مش بيفرش لوحده. زي كده يعني انا كنت فرشه ورقه وهو بقى عامل الطبقه اللي عليها دي. فانا عايزه حد يقول لي الحمام انضف له كويس، وايه المبيدات او الحاجات اللي احطها تحت التنظيف، وكمان افرش له ايه في القفص بتاعه او المكان اللي هو هيبات فيه، يعني اللي هيقعد فيه او اللي هيبيض فيه. لان بجد يعني انا شايفه يعني مش حلو خالص، يعني مش حلو اللي انا فرشاه. معترفه جدا اللي هو مش حلو. يعني لو طلعت هنا كمان في القفص ده، يا حرام، حمامه ميته والله ما شفتها الا دلوقتي، يا حرام. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وجعتيني صراحه. يا ترى هي ماتت ليه؟ عشان السقعه ولا علشان ايه؟ زعلت عشانها. حرام يا حرام يا حرام يا حرام، شكلها ميته، حرام، اكيد ماتت من السقعه. حد بقى يقول لي يا جماعه افرش له ايه الحاجات اللي انا المفروض افرشها له. انا شايفه اكتر ناس مهتميه عندي بالقناه بتاعتي هم اصحاب الحمام صراحه، يعني شايفاهم، يعني الجمهور كله يعتبر 80% من الجمهور اللي عندي جمهور العاشق للحمام، ودي حاجه كويسه صراحه يعني. فانا عايزاكم والله، انا عامله اوضه كويسه، يعني الاوضه من بره متظبطه كويس. ادي الاوضه من بره حلوه 100 100، لكن من جوه صراحه يعني ايه، مش عجباني قوي صراحه، يعني مش عجباني. وعامله لها سطح وبلاستيك من بره علشان الشتاء والحراره برضو، بس مش عارفه ليه يعني من جوه مش عجباني بجد. وانا صراحه يعني عايزه اهتم جدا بمشروع الحمام ده، يعني انا عايزاه يكون هو يعني بعد كده مصدر دخل ليا بجد. لان طبعا الحاجات بقت غاليه دلوقتي، اللحوم غاليه والحاجات دي كلها غاليه. فانا شايفه ان الحمام ده انا عايزه اهتم بيه، بس بجد انا مش عارفه اهتم بيه ازاي. يعني بجد انا نفسي الجماعه اللي بيهتموا بالحمام يدخلوا كده ويتواصلوا معايا ويقولوا لي ازاي انا اهتم بالحمام، ازاي اخلي انتاجه كتير، ازاي انضف له كمان، ازاي انضف له الاوضه بتاعته، ازاي افرش له الحاجات، ايه اللي المفروض اجيبه له من ادويه. طبعا ناس كتير قالوا لي على الفلاجيل، وانا فعلا جبت الفلاجيل ده وجربته، وفعلا حاسه ان هو كويس بعيدا عن الحمامه اللي ماتت دي. وبحط له اكل على طول والله وميه على طول. فيا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، انا شايفه ناس كتير من متابعيني متخصصين في الحمام، وانا كمان اكتر قنوات انا مشتركه فيها هي قنوات الحمام. انا عايزه حد يتواصل معايا، او تكتبوا لي في الكومنتات ازاي افرش للحمام، افرش له ايه، وانا بطهر له الاوضه. طبعا هكنسها له ان شاء الله، وانضف له القفص اللي هو بيعيش فيه يعني، والحاجات ديت. بس في نفس الوقت عايزه حد يقول لي افرش له ايه في القفص، ليه فرش مخصوص،
يعني زمان كنت اشوف ان الحمامه بتروح تجيب قش وتجيب حاجات وتفرش لوحدها. مش عارفه ليه الحمام اللي عندي ده اتكالي فظيع، اتكالي بمعنى الكلمه، يعني عايز ال 24 ساعه انا اللي اجيب له الحاجه. يعني حتى الميه زي ما انتم شايفين كده قدامي النيل اهوت، قدامي النيل، ومع ذلك انا لازما اجيب له الميه، احط له الميه. عمره ما نزل، والارض اصلا جنبنا اهيت، والارض جنبنا اهيت، لا ينزل ياكل من الارض ولا ينزل يشرب. لازما احط له الميه ولازما احط له الاكل. طب ما الحاجه موجوده اهي، طب ليه هو يعني مثلا لما كنت عند امي كانت بتربي الحمام من زمان كتير، فكان الحمام ما كناش بنحط له اكل، لان هو كان بيطلع ياكل في الاراضي الزراعيه على حسب المحصول، ان كان غله او رز او ذره، وكمان يشرب ميه من الاماكن اللي مثلا زي الترعه او القنا اللي في الارض او حاجات زي دي. لكن الحمام بتاعي ده اعتمادي بطريقه غير عاديه، فانا عايزه اعرف ليه هو اعتمادي. يعني اجوعه شويه، والله فكرت اجوعه وفعلا عملت وجوحته، وبرضك ما طلعش يدور على اكل ولا حاجه. طب الميه المفروض يطلع، لا. فمش عارفه بقى هو ده بيبقى عيب في السلاله بتاعت الحمام ولا نشأته من الاول، لان انا كنت شارياه من عند حد يعني معظمه كان حبسه دايما، ودايما بيحط له ميه واكل. بس اما انا جيت اعطيته حريته، لان اي طائر وبالذات الحمام انا شايفه ان هو من النوع اللي ما ينفعش ابدا 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 احبسه. لازم ده يتطلق يطير، الحمام لازم يتطلق ويطير وكده يعني، فما ينفعش احبسه. ومع ذلك انا لما جبته سبته شويه وبعدين طلقته على انه بقى يطير في الجو ويتعلم وكده، وبرضك لسه مفيش فايده. اصدقاء ومشتركين قناه مع مروه، يا ريت تضيفوا لي تعليقات في التعليقات عندي، وتقولوا لي ايه الاسباب او ايه القصور اللي عندي، وايه اللي المفروض استخدمه مع الحمام. زي ما قلت لكم انا عايزه الحمام ده يكون لي مشروع في المستقبل بعيدا عن شغلي او كده. انا حابه ان انا اعيش معاه، حابه ان انا دايما اكون موجوده معاه، وبحب جدا اقعد معاه، وصراحه برتاح لما بشوفه كده. بس مش عارفه بقى هو مش مساعدني صراحه، مش مساعدني خالص على انه يبقى حاجه كويسه يعني. ده زغلول من ضمن اللي طالع، هو ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا جدا. وده زغلول كمان ضعيف 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 لدرجه لا تتخيلوها، يعني ما ينفعش اقول عليه زغلول من كتر الضعف اللي فيه. كانت زمان كده نجيبه الزغلول يبقى حلو كده ومليان، لكن معرفش ايه اللي حصل له بقى. الحاجه عندي بايظه خالص كده ليه؟ معترفه والله يا جماعه ان الحاجات بايظه عندي، وان الاوضه كمان مش نظيفه وان فيه تقصير مني فظيع. بس اكيد انتم يعني هتفيدوني واكيد هتقولوا ما تنسوش بقى الاشتراك في قناه مع مروه. عايزه قناتي تكبر وكمان مشروعي يكبر. شفتوا انا طماعه قد ايه؟ انا فعلا طماعه جدا جدا جدا، وعايزه القناه تكبر جدا جدا، وفي نفس الوقت عايزه الحمام يبقى عندي حمام كتير كتير كتير، وانواع كتير وسلالات كتير. وتقولوا لي كمان في التعليقات ايه احسن السلالات الموجوده، وتقولوا لي كمان في التعليقات ايه يعني انه الحاجه اللي تقدر تعيش وما تصيبش بالامراض بسرعه وكده يعني. مستنيه منكم تعليقات جميله، مستنيه منكم مقترحات اجمل، مستنيه اشتراككم، مستنيه كل حاجه منكم تكون جميله زي جمهوري. يلا مع السلامه.